سلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اختي ان شاء الله جيت نشارك معكم الكفتة السردين مشويه في الكوكوط بدون قطره ماء. الا تشهيتي اختي كفيته ديال السردين مشويه وما عندكش الفخار ولا عكزانه ولا ما فيك اختي ما تشوي، انا اختي جبت لك الحل. عندي هنايا اختي كيلو د السردين اللي غسلته ونقيته حيت منو داك الشوك اللي كيكون فيه. هنايا طحنته، غادي نزيد عليه بصيله صغيره مشلضه وشويه ديال القزبر معدنوس. عندي هنايا شويه الراس المعلقه ديال السودانيه ونص معلقه ديال الملحه ومعلقه صغيره عامره ديال الكمون ومعلقه صغيره عامره ديال التحميره. هانتي اختي تبعي معايا مزيان. دابا غنبداو نخلطوا في الكفيته ديالنا. هاد البنات هاد الكفته البنات راها كتجي زوينه بزاف وساهله ودغيا دغيا كتوجد، ما فيهاش قوه جبد الشوايه جبد المجمر. هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف. عندي هنايا بصله وعندي مطيشه وعندي فص ديال الثوم، غادي نقطعهم على شكل دائري صافي. وغادي ناخذ واحد الكوكوط اللي غادي نوضع فيها البصله. نوضي اختي نوضي اختي وديري لي شي كفيتات فاعلين تاركين بلا ما تخدمي المجمر بلا ما تخدمي الشوايه، غير في الكوكوط. وهانتي اختي مهنيه مع راسك وهانتي واكله احسن كفيته. وهنايا اختي زدت عليهم مطيشه دوائر وغادي نزيد داك الفص ديال الثوم وغادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار صافي. وغادي نبدا دابا نشكل في الكفته ديالي. غادي نديرها على شكل طولي، ما غاديش نديرها على شكل دائري. شفتوا كيفاش البنات؟ صافي البنات كنبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل هذيك الكميه اللي عندي. ها هي من بعد ما شكلتهم كاملين دابا غادي ندوز وغادي نبدا نستفهم في الكوكوط. صافي دابا من بعد ما حطيت الكفيتات في الكوكوط غادي نضيف 4 كاس ديال زيت الزيتون. هنا كيبقى الزيت اختياري، الا بغيتو ديروا الزيت النباتيه ديروه. انا كنفضل زيت الزيتون ولكن حتى الزيت النباتيه كيجيبها مزيان. المهم هنا البنات غادي نسدوا الكوكوط ديالنا وغادي نشعلوا عليها بالجهد. هنا شفتوني راه ما درت لا ما لا والو. غادي نسدو وغادي نزيدو في البوطه مزيان حتى تصفر لينا. ملي البنات تبدا تصفر لينا الصفاره غادي نقصوا البوطه نقتلوها في خطره، نردوها بحال الشميعه ونحسبوا لها 20 دقيقه صافي. وغادي نحلوا عليها القهوه بحال هكا. نتوما البنات كتشوفوا معايا راه طلقات لينا مطيشه وبصيله ديك المريقه، راه ما كاين هنا لا ما لا والو، غير هذوك المطيشه والبصله هما اللي طلقوا المريقه. وهنايا زينتها بشويه الزيتون ورافقتها بشويه الفريت. نتمنى لكم ان شاء الله تجربوا هذا الطبق، راه كيجي زوين. يلا بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.